السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء السلام الله. مرحبا بكم معنا من جديد في القناة ديالنا قصة وحكاية، قصص وحكايات من الواقع المغربي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكن من جديد في هذه القناة. وعلى بركة الله نبداو السرد ديال القصة ديالنا. القصة ديالنا اليوم غادي دينا القنيطرة في سنة 2004. هاد السنة ديال 2004 مدينة القنيطرة الجميلة الهادئة غادي تعرف واحد الجريمة ديال القتل بشعة. أعضاء بشرية مشتتة في قاع المدينة، يعني فين ما درتي في جنب ديال المدينة ولا وسط المدينة غادي تلقى واحد الطرف ولا عضو من الأعضاء البشرية ديال واحد الشخص. من بعد البوليس ما كتر عليهم الضغط والاتصالات، الو لقينا الطرف ديال بنادم، الو لقينا رجل ديال بنادم. غادي تحرك الضابطة القضائية وغادي تفتح لنا تحقيق في هاد القضية هادي. والقضية غادي تاخد مدة طويلة ديال التحقيق، جريمة اللي كانت بشعة بزاف. وعلى بركة الله نبداو السرد أحداث ديال هاد الجريمة هادي. سعيد الباركيني ولا سعيد وسعيد مول الباركين، واحد الوجه معروف ومعروف بزاف في قنيطرة، كان كيمتهن المهنة ديال الباركينغ ولا تا باركينغ كيما كيسميوه. عندو كاريطة ديال الكارو، الكاريطة هي ديك السلة، هي ديك الشبكة، هي ديك الصندوق. كان كيبيع الكارو بالليل وفي نفس الوقت راه مداير باركين ومداير عساس ديال الطوموبيلات. امتهن هاد المهنة هادي من بعد ما خرج من الحبس اللي دوز فيه كتر من 15 عام في السجن. كان مرحلة ديال الطيش والمراهقة والبسالة، ارتكب بزاف ديال الجرائم، جرائم متنوعة، سرقة، ضرب وجرح، اغتصاب، وتجمعوا ليه بزاف ديال البلانات. من بعد راه تشد ودوز فيها شي ايامات ديال الحبس. 2003 كان غادي يخرج وغادي يبدا حياة جديدة. حياة جديدة هي انه يدير باركينغ تاع الطوموبيلات، يولي عساس كاريطة ديال الكارو، يحدي للناس الطوموبيلات ديالهم ويترزق الله ويبعد على طريق الاجرام. واخا هادشي هذا كامل فراه كان مرة كيدير كليسات ديال الشراب، كيشرب مرة. حيت اصلا الخدمة ديالو في الليل راه مع السكيرية. كان معروف في ديك الحوم، كاريطة ديال الكارو ديما خدام. اي واحد بغا الكارو فوقاش ما بغيتي يسير بوس سعيد الباركيني راه تمايا، خلص ودي الكارو اللي خصك وسير. كنت كتجمعوا علاقة طيبة مع جميع أصناف ديال البشر. هما موقرينو لأن السمعة ديالو كانت سابقاه، ضرب وجرح وكريساج واغتصاب. وحتى هوايا ملي شاف الناس موقرينو حتى هو دار عقلو وقال صافي بركة دخلو سوق راسنا. كان مرة إلا جاب كيجيب شي قريعة وكيجلس وكيبقى يشرب. مرة إلا راش قتلو كيجيب شي وحدة تجلس معاه، شي صديق ولا شي صديق. دازت أيام جات أيام، لأن كيبقى يقول مع راسو تالين وانا غادي في هاد الطريق هادي، تالين وانا غادي في هاد الطريق هادي. واحد المرة قرر أنه يتزوج. كان كيعرف واحد السيدة الماضي ديالها تا هو كان خايب، فراه قرر أنه يتزوج بها ويسترها ويقرا فيها هاد الحسان. هاد السيدة هادي كانت معروفة لأنها كدير الدعارة، يعني كانت عاهرة من قبل. من بعد ما كبرات في السن فراه اعتزلت هاد المهنة هادي ولات كدير التسول، ولات كتسول يعني ولات كطلب. وكانت عندها واحد البنيتة في العمر ديالها شي 12 عام 13 عام. بوسعيد شاف ديك السيدة، هدر معاها، خطبوها ليه شي ناس، قال راه نتزوج بيها، نقرا فيها حسانة تقرا فيا حسانة ونجرو المسيرة والحياة الزوجية ديالنا. والسعيد تزوج بهاد المتسولة هادي اللي من بعد غادي تحكيلو على الماضي ديالها، غادي تقولو كيفاش تمتهنت الدعارة وشنو السبب ديالها وعلاش دارت هادشي هذا وعلاش قلبتها تسول. وكان الجواب ديال علاش قلبتيها تسول وليتي كتسولي، قلت لي بلي راه صافي عيات من التكرفيس وبغات تدخل واخا غير درهم الحلال، واخا غير طلب وما تمشيش دير داكشي د الحرام، لان البنت ديالها ما بغاتهاش تمشي في نفس ديك الطريق. وبنتها كتكبر وكتشوف امها راه كدير الطهارة، فراه قررت انها تبعد من الطريق هذا. تخاطبوا تزوجوا، دات الحياة ديالهم حياة زوجية عادية. وسعيد كان كامل سيكاتريس، يديه كلهم مخطين، لحمو كله موشوم، واخا صحتو قليلة واحد شوية
الا ورا الهيبه ديالو راه كانت مازال عنده. الكاريطه ديال الكارو، باركينغ بالليل، جوج مانيلوات، مرة شريبة. باش مرة هاد السيدة هادي اللي تزوج بيا كتولي نعس الشيطان ودخل سوق راسك وبعد من الشراب، خلينا نيسر امورنا في الحلال. كان كيقول ليها واخا، كيقطع الشراب واحد السيمانة، واحد الجوج، ومن بعد كيولي يرجع، وكيرجع بواحد النيفو ديال الشراب اللي كتر من الاول. بعد مرة راه كان كيضرب شرق رقوبي واحد الدورية امنية اللي كيديرهم بوليس. هاد النهار غادي يوقف الكوميسير وغادي يدوز هاد بوسعيد، غادي يبدا يقلبو، غادي يلقى عنده واحد الكمية ديال القرقوبي كبير. من بعد راه غادي يقدمو بحيازة ديال الحبوب المهلوسة، غادي يضرب فيها واحد 4 شهور. فهاد 4 شهور هادي مرتو وقفت معاه وقفة ديال الصح، مشات كدير التسول، جمع من هنا جمع من لهيه، دوز داك الحبس وخرج. واللي خرج قرر انه يتوب ويشد الطريق ديالو كاملة وما يوليش يدير المناتف، لان الزوجة ديالو كانت مرا ونص. ديك الوقيته الزوجة ديال بوسعيد كيف ما قلنا لكم في الاول كانت عندها واحد البنيته، بنيته اللي كانت زوينه بزاف. غير ديك البنت ما كانتش عارفه شكون الاب ديالها. ملي كانت كتسول الام ديالها فين هو الاب ديالي، فراه كانت كتقول ليها راه ما عرفتش، يمكن كذا، مسافر، حكم ميت. كل مره كتعطيها عذر. ديك البنيته بدات كتكبر، وسائل الباركينغ والكاريطه ديال الكارو شاف المصاريف بحال يتزادوا عليه، طلب منها انها تتقلب على شي خدمه. الزوجه ديال بوسعيد لقات واحد الخديمه اللي هي انها غادي تبقى تمشي تعاون دوك التريتورات وداكشي في الغسيل ديال المواعين، تنقي معاهم تباصيل الى اخره. مشات الايام رتيبه، نهار كيدي نهار، نهار كيجيب نهار، والحياه كتزيد تجري بهم. بنت ديك السيده اللي كان مزوج بها بوسعيد بدات كتكبر وبدات كتزيان، المفاتين ديالها بداو كيكبروا، وبدات كتحس براسها انها ولات فيها شويه ديال الانوثه. والسعيد مع المدة مقدرش انه يقطع الشراب. الليل والبرد والكسا والباركين ديال الطوموبيلات راه كان كيخصو مرة شي رويبعة ولا نص يطلق الماحية يجيب بيه داك الليل. والماحية راكم عارفين الدوزة ديالها كيفاش كتكون دوزة اللي خايبة بزاف. واحد النهار اللي كانت فيه مرت بوسعيد خدامة مع واحد التريتور جالسة كتنقي الطباصيل والمواعن من الوسخ، تريتور في شي حفلة في قنيطرة، وكان عارفة بان ديك الليلة ما غاديش تجي. ديك الليلة كان جا عندو واحد صاحبو اللي كان كورتي ديال المحطة فين كيدير الباركين في جنبه مدينة قنيطرة. جا وجاب معاه شي شراب، جابو الشراب جابو الحشيش، فوتو مزيان، تحشو مزيان تتحشو. ديك الساعة بوسعيد غادي يبقى في الطوموبيلة فين كيدير الكاريطة ديالو، جالس تما حدا واحد الطونيبيلة وعساس. داك صاحبو اللي كان كورتي جالس كيشرب معاه، قال ليه فين هي مرتك؟ قال ليه راه مشات تخدم. قال له شكون اللي كاين في الدار؟ والسعيد على نيتو جاوبو، قال لي راه كاينه غير ربيبتي، بنت مرتي هي اللي كاين في الدار، مع الشراب ومع الدوزة زايدة. وهداك الكورتي كانت عاجبه ديك البنت كيشوفها ديما كتحرك قدام، خصوصا ملي وصلت 17 عام 18 عام بدات كتزيان كتر والمفاتين ديالها بداو كيبانو. زاد عطاه الشراب، زاد عطاه الحشيش، خلاه تا غيب وغيب مزيان. ديك الساعة غادي يهزلو السوارد ديال الدار وغادي يمشي، غادي يفتح الباب بشوية وغادي يدخل. ملي غادي يدخل غادي يلقى البنت ديال ديك السيدة اللي كان مجوج بها بوا السعيد. ديك البنت اللي كاملة براءة في العمر ديالها شي 16 سنة حتى 17، مازال ما كتعرف والو، ناعسة غير بوحديتها في الدار. هاديك الساعة فتح الباب ودخل. البنت ملي سمعت الباب تفتح قالت راه اما غادي يكون راجل موي اللي كيعاملها بحال الاب ديالها ومخليها مخصوصة حتى شي حاجة وراد عليها الهيبة، ولا راه غادي يكون الام ديالي جات من العرس. البنت ما فاقتش، بقات ناعسة ببلاصتها، شوية كتشوف الباب بدا كيتفتح واحد شوية، ومع الظلام ومع الباب تفتح بشوية حتى كتشوف واحد الراجل جاي داخلها وقاصد للشومبر اللي ناعسة فيها. البنت ملي شافت داكشي فراه تخلعات وتصدمات وبدات جالسة كتغوت. ملي بدات جالسة كتغوت وكتزقي حتى كتشوف واحد اليد نازلة على وجهها، صفعتها واحد الصفعة اللي قوية بزاف. ديك اللحظة البنت غيبات ونعسات وما ولاتش فاقت. في الصباح
ملي غادي يجي راجل امها وغادي تجي حتى امها غيمشيو يفيقوا البنت باش تمشي تقرا. البنت ما غاديش تبغي تفيق، غادي هي وما يغوتوا ليا ما غاديش تبغي تخرج. الام ديالها ديك الساعه غادي تدخل عندها حتى للشومبر وغادي تبغي تشوف بنتها مالها ما فاقتش. من الهول د الصدمه الام غادي تبدا تغوت وغادي تخرج نيشان عند بو سعيد وغادي تشنق عليه. بو سعيد هادشي هذا يا كنتي في مقام بواها تعديتي لي على بنتي، يا الشماتة يا الشمكار يا الموسخ يا كذا كذا، ما خليتلوش السيد غير مصدوم. ديك الساعة كتمشي كتجري كتعلم بوليس، قالهم بلي هاد السيد هذا راه تعدى ليا على بنتي. بوليس غوتو البنت وبداو كيسولوها قولي لنا بنتي واش هاد السيد هذا اللي تعدى عليك؟ ما قدرتش تهضر. من بعد ما بقاو كيسولوها وجابوا واحد الطبيب نفساني وداروا لها شهاده طبيه والامور الطبيه كامله، قالت لهم لا ماشي هو. قالوا لها شكون هذا اللي تعدى عليك؟ قالت لهم ما عرفتش. خداو الاظافر ديال بوسعيد قالوا على وعسى يكون شي مقاومه ديال الاغتصاب ويكون فيهم شي ADN ديال البنت. من بعد ما قلبوا الاظافر ديالو ما لقاو والو. السيده تاكدت بان بوسعيد ولا الزوج ديال السعيد ماشي هو اللي تعدى عليها. والسعيد بقات حرقة فيه لأن ديك البنت كان كيبغيها بزاف ودايرة بحال بنتو، وكان كيبغيها تكون لابسة مزيان وفرحان، كان باغي يقرا فيها الحسنة ويبعد من الذنوب كاع اللي دارو يمحيهم فيها. وبقى جالس واحد النهار وجالس كيفكر النهار اللي شربت علاش ملي فقت ما لقيتش السوارت في جيبي. بقى جالس كيفكر بقى جالس كيفكر بقى جالس كيفكر وفي الاخر ما غادي تفكر غير داك الكورتي صاحبو وما قال ليه والو، خلاه على خاطرو. قضية بقات هكاك داك مجهول شكون اغتصب الدرية حتى شي واحد ما عرف. ديك الساعة بوسعيد في الكاريطة ديالو كيف ديما غادي يغوت لداك الكورتي وغادي يقول ليه تعالى نشربو شي ليلة انا وياك. جابو كب ليه الشراب شربو معاه مزيان حشو معاه مزيان وبدا جالس كيسولو داك النهار واش نتا اللي دخلتي عندي للدار. هداك السيد كان جالس حدا بوسعيد بقا جالس كينكر لا راه ما مشيتش فين رانا غير في الدار راه حكات شربنا تسنى من هنايا. والسعيد كانت عنده واحد الموس كبيره خاشيه تحت داك الكوسان ديال الطوموبيله اللي كيكون عزاز عليه. بدا جالس كيسيس معاه بدا جالس كيسيس معاه تا قال ليه راه مشيت للدار وراه بنت مرتك يعني ربيبتك راه زوينه بزاف وما قدرتش نقاوم راسي. ديك الساعه بو السعيد ناض طعنو جوج طعنات في الصدر ديالو طيحو كاو وما اكتفاش بهادشي هادا بل شد داك الموس وبدا جالس كيقرط فيه، قطع عليه راسو قطع عليه فخادو قطع عليه دريعتيه وبدا جالس كيقرط فيه طراف طراف. جمع داكشي كامل حطو في واحد الخنشه وبدا جالس كيتسارى بالليل في قنيطره. كل مره كيعط واحد طريف واحد البركاسه ديال الزبل، طريف هنا طريف لهيه طريف لهيه طريف لهيه طريف لهيه لدرجه انه شد كاع دوك الطروفه وفركتهم في المدينه كامله. لغدا في الصباح غادي يبداو البوليس كتوصلوا وشايات، راه العمال ديال النظافه ملي كانوا كيتحركوا فراه لقاو طروفه ديال بنادم مقطع. وشايه الاولى وشايه الثانيه الشكايه الاولى الشكايه الثانيه الشكايه الثالثه المهم تجمعوا بزاف ديال الشكايات. البوليس غادي يبدا يجمع دوك الطروفه من بعد غادي يبدا يتصل بالمسرح الجريمه وبالطب الشرعي وغادي تثبت الخبره بان هاد الطروفه هادو راهم كامل منتمين لواحد السيد. من بعد ما غادي يحاولوا يقلبوا على الاصابع واليدين ديالو غادي يلقاوهم بواحد المسافه بعيده على قنيطره. يعني هاد السيد هذا اللي قتل فراه خدا الحريه ديالو التامه، يعني كان كيتنقل كيف ما بغى. محققين افترضوا بزاف ديال الفرضيات، قال هاد السيد هذا يلاه مات على حسب التقرير ديال الطب والطب الشرعي كيقول السيد يلاه مات 12 ساعه دابا. الاعضاء لقيناهم مع 8 الصباح، يعني جريمة القتل غالبا غتكون على 10 الليل حتى ل 11 الليل حتى ل 12 الليل، لأن الطب الشرعي حدد الوفاة بين 6 حتى ل 12 ساعة. وهاد السيد هذا اللي قتل راه غالبا كان جالس كيتحرك بشي موطور ولا شي بيكالا ولا شي وسيلة، لأنه باش يقدر يفركش هاد الأعضاء البشرية كاملة في المدينة كاملة في مناطق مختلفة إلا وراه عنده شي وسيلة ديال النقل ديالو. البوليس طرح هاد الفرضيات هادو وبدا التحقيق. خداو البصمات صيفطوهم لسجل البيانات الإلكترونية حتى البطاقة التعريف.
باش يعرفوا الاسم ديال هاد السيد هذا، يعني الضحية. من بعد غادي تخرج النتيجة وغادي يعرفوه. الضحية هو رشيد الكورشي، واحد السيد اللي معروف في المحطة ديال الطواكسية. ديك الساعة البوليس غادي يبدا التحقيق. مشاو سولو الشوافر ديال الطاكسيات، قال لهم بلي هاد السيد هذا راه فري شيفور ديال الطاكسي، وكيكون هنايا مرة كينظم لينا السيركيلاسيون ديال الطريق وكندبرو عليه. سولو بزاف ديال الناس ونفس العبارة، الا واحد فيهم اللي قال لهم هذا راه كان مرة كيمشي كيريح مع بو السعيد. قالوا لي شكون هاد بو السعيد هذا؟ قال لهم راه هو العساس، راه كيكون عقريب هنايا، وراه هو اللي شاد واحد الباركين هنا في الليل وراه كيدير فيه العسة. ديك الساعة مشاو جابو داك بو السعيد وبداو كاس كيحقو معاه. بداو كيحقو مع بو السعيد، لقاو عندو بانه دايج عندو شي جرائم من قبل، واخر مرة تشد للحيازة ديال الحبوب المهلوسة. وبداو كاس كيسولوه شنو علاقتك بهاد السيد هذا، شنو الدور ديالك انت في هاد الخدمة هادي. اسئلة بزاف، سؤال مور سؤال، سؤال مور سؤال، والتحقيق كاس كيتعمق. من بعد غادي يمشيو يشوفو داك الكرسي اللي كيكون جالس عليه، اللي هو عبارة عن كوسان ديال الطوموبيل. مشاو جابوه، بداو كيفتشوه، بداو كيقلبوه، كيلقاو وسطو واحد الموس. شدو ديك الموس داوها المختبر، دارو ليها الخبرة، وغادي يلقاو فيها بعض الآثار ديال الدم. شدو داك الدم قارنوه مع الدم ديال الأعضاء البشرية اللي لقاو، غادي يلقاو بأنه راه مطابق. ديك الساعة السعيد باركيني ما بقى عنده فين يراوغ ولا باش يخبي، قرر انه يحكي ليهم كل شيء ويعاود لهم التفاصيل كامله من الاول. قال لهم بلي انا راه حياتي داخل خارج الحبس، ما حسيتش بالطعم ديال العائله والجو ديال العائله الا مع هاد السيده هادي اللي تزوجت بها، اللي كانت متسوله وعندها واحد البنيته. فراه قريت فيها هاد الحسنه هادي وبديت عايش حياتي داخل سوق راسي، ما كان ادي تا واحد. بارك عليا داكشي اللي ضربت ديال الحبس. وانا مجوج بهاد السيده هادي، هاد البنيته الصغيره راه كنت دايرها بحال بنتي ولا اكثر من بنتي. كنت ديما راد ليا البال نضرب تماره ليل ونهار عليها ونجيب ليها، وكنوصي عليها الناس، واي واحد تبسل عليها ولا قرب الطريق ديالها فراه كنت كنمشي كنور فيه كنغوت عليه باش يميك عليها. امها راه كانت كتخدم في العراسات، كتغسل الطباصل والكيسان مع التريتورات باش نجيبو ليها ما تاكل وتعيش عيشه مزيان. من ديك التكرفيصه اللي تكرفست انا في الصغر ديالي اللي خلاتني وليت مجرم، وديك التكرفيص اللي تكرفسات الام ديالها حتى ولات متسوله، ما بغيتوش يطرا لهاد البنيته هادي. وواحد النهار وانا كنت كنشرب مع هاد عدو الله هذا اللي قتلته، كيعترف لي بهاد الطريقه هادي، هذاك اللي قتلته شربت انا وياه حتى شربت، واخا كنت قاطع الشراب مده بسببو دخلت الحبس اخر مره. وحلفت انني ما ولي نشرب الا وجه ديك البنيته وديك السيده اللي تايقن فيا. فراه من جاب لي الشراب وجا شراب معايا بزاف، ما عرفتش يمكن دار ليا شي حاجه في الشراب. نعست وخدا ليا السوارج ومشى للدار وتعدى لي على البنت ديالي. امها شكت فيا، قالت لي راك نتايا. بوليس داوني وحقوا معايا، في الاخر ما لقاو حتى شي دليل وطلقوني. من بعد بديت كنسول شكون هذا، ونهارات بديت كنرجع الفيلم وكنرجع السيناريو، وكنلقى بلي داك النهار اللي كنت شارب فيه هو اللي غدا اللي وقع فيه الجريمه. فوت لداك الكورتي ديال الطاكسيات وجلستو حدايا وبديت كنشرب انا وياه وكنسولو وكنحاول نجر ليه لسانو. في الاخر راه اعترف وقال لي بلي راه هو اللي تعدى على البنت، لانها كانت كتعجبو بزاف وكان كيشوفها ملي كانت كتجيب ليا الماكله، الغدا، العشاء اللي كيكون شاد الباركين والعس. وراه ما صبرتش وقتلتو. وملي قتلتو راه ما اكتفيتش في القتل ديالو، لانه كيما كواني في كبتي وكواني في ديك البنيته الصغيره اللي كنت دايره اكثر من بنتي، فانا قررت انني نقتلو ونقطعو طراف طراف. بوليس كانت اعترافات دامغه وعطاو سينا الاقوال ديالو، ولكن بقى واحد السؤال اللي محير البوليس: كيفاش تقدرتي انك تنقل وتلوح الاعضاء البشريه في مدينه كامله، طرف هنا طرف لهيه؟ قال لهم باللي راه داك الباركيني اللي كيكون حدايا تمايا اللي تا هو باركيني ديال الطاكسيات كيكاددهم، راه كان عنده واحد الموطور. راه ملي جا شرب معايا وسالا راه الموطور ديالو كان حدايا، ملي صفيت عليه راه ديماريت داك الموطور، هزيتو ومشيت كنتسارى في المدينه.
كل ما كيبان لي شي بركاسة ولا شي حاجة كنحط فيها طرف من الطروفة ديالو باش نخفي معالم الجريمة. ديك الساعة البوليس سولو على الموتور فين دارو، قال لهم راه ستاسيونيتو غير فواحد القنيجة. مشاو وراهم ديك القنيجة، جابو داك الموتور لقاو باقا فيه شي اطراس ديال الدم وشي نقاط يابسين. من بعد ملي قلبو داكشي لقاو بلي فري راه هي الدم ديال داك السيد اللي تقتل، كانت اعتراف دامغ واحد اخر. ديك الساعة غادي يديوه وغادي يولي يعاود ليهم التمثيل ديال مسرح الجريمة، كيفاش قتل، كيفاش قرد، كيفاش لح الاعضاء. وكانت هاد القضية دارت ضجة كبيرة في مدينة قنيطرة، كانت في 2004. من بعد عطاو سيناو على الاقوال ديالو، دوزوه قدام وكيل الملك وغادي يتحكم عليه مؤبد، يعني غادي يدوز ما تبقى اليوم من حياته في السجن. وديك البنيته مسكينه راه ضاعت في حياتها في الطفوله ديالها، السيد راه دوز ما بقالو في حياته في السجن، وكان كيقول لهم باللي ما بقاش فيا الحال لانني درت غير الواجب. داك السيد تعدى على حرمتي وانا تعديت عليه. القصه كانت شهرات بزاف في قنيطرة وكتبوا لي بزاف ديال الصحفيين، ولات راي عام. ناضو جمعيات حقوقيه كيدافعوا على السيد باش يتنقص ليه من العقوبه اللي عطاو، ولكن راه كانت عقوبه ضامغه لانه كان عنده سوابق عدليه وحالات العود. وهنا ما بقى لينا غير نودعكم ونقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو مع قصه واحده اخرى، وشكرا على حسن استماعكم.